بحضراتكم في كل مكان. اليوم أود التعليق على الاجتماع الذي عقد في مكة المكرمة بين جمهورية مصر العربية ودول مجلس التعاون الخليجي. هو كان اجتماع مهم للغاية. كان في وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووزير خارجية مصر الدكتور بدر عبد العاطي. هذا الاجتماع أكد فيه وزراء خارجية دول مجلس التعاون على أهمية القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة منذ أيام، وأكدوا على وأشادوا بمخرجات هذه القمة التي أكدت على منع التهجير والقيام بعمليات الإعمار، وأشادوا بالخطة المصرية التي قدمتها خلال القمة والتي أقرت من قبل هذه القمة التي عقدت في القاهرة. من الشيء الذي لفت نظري كثيرا في هذا الاجتماع هو الإعلان عن عقد مؤتمر استثماري بين مصر وبين دول مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع أن يعقد خلال النصف الثاني من شهر مايو المقبل. هذا الاجتماع الاستثماري مهم للغاية، أرى فيه أهمية كبيرة. أرجو من الشركات في مصر، خاصة الشركات المتخصصة في البنية التحتية وغيرها، أن تقدم لنفسها تصور، لأن دول الخليج تشهد حالة من التنمية وتطوير بنيتها التحتية والتوسع بشكل كبير. فهناك مشاريع ضخمة في دول الخليج، ولدينا في مصر شركات ضخمة قامت بدور كبير في البنية التحتية في مصر. وهذه البنية التحتية أود أن أؤكد أن عدد كبير من الإخوة في دول مجلس التعاون عندما يزورون مصر يتحدثون عن التغير الكبير في حجم الطرق والجسور والسيولة في الحركة في داخل مدينة القاهرة وبعض المدن المجاورة. فأتمنى أن من الشركات التي قامت بمثل هذه المشاريع أن تستثمر هذا المؤتمر الاستثماري، وأيضا أن يتم طرح الفرص الاستثمارية المتاحة على الصناديق السيادية الخليجية، خاصة وأن دول الخليج تمتلك أكبر صناديق سيادية أو استثمارية في المنطقة، سواء كان في الإمارات أو السعودية أو قطر أو غيرها أو الكويت. فيجب أن يتم وضع خطة من قبل الشركات وأيضا من قبل المشاريع القابلة للطرح الاستثماري على الشركات والصناديق الاستثمارية الخليجية. وأعتقد أن هذا المؤتمر سيكون له نتائج وانعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصري، من خلال تصدير الشركات للمشاركة في العمليات التنموية داخل دول مجلس التعاون الخليجي، وأيضا من خلال قيام بعض الشركات والصناديق للاستثمار في الفرص الاستثمارية المتاحة داخل مصر. وأيضا سيكون له انعكاسات إيجابية وأعتقد أنه سيتحول إلى منصة للاستثمار وطرح الفرص التي يبحث عنها المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي. أتمنى أن يكون هناك اهتمام كبير بهذا المؤتمر الذي سيكون له انعكاسات طيبة على الاقتصاد، سواء في مصر أو أيضا اقتصاد في دول الخليج. دائما المستثمر يبحث عن الفرص التي تحقق له نتائج إيجابية وعوائد جيدة، وأيضا إقامة مشاريع مشتركة في البلدين. وتحياتي للجميع.